يعني اللون اللي جوه ايه؟ ده برقوق، ده توت، ده ايه؟ انا اكل ايه بقى؟ يا جينا انا عمري ما قلت له كلمه حلوه. لا يا جينا انا عايزه اقول لك والله العظيم ما يطول مني حرف حبيبتي، هو مش كده. ما قلتلكيش تتنحنحي، ما تفرحيش لو انت مخليه حياتك العاطفيه كلها كلام رومانسي وكلام حلو والله وايه ده يا دينا، ده احنا ما فيش كلام بجد ابدا في حياتنا، ما بنتخانقش، ما بيحصلش في كلام ناشف، لا ده كل حياتنا الله سويتي جدا، عصافير طيران جناحات، بصي هتقع على جدار رقبتك والله العظيم. جايلك بجد، جايلك اكنك اختي فعلا. لا ان الرومانسيه بتخلي العلاقه دافيه والجديه بتخلي العلاقه ثابته. لازم يكون فاهمين بين كده وما بين كده. وهو امتى الكلام الرومانسي بيتقال؟ اقوله امتى يا دينا؟ الكلام الرومانسي طبعا ده حاجه بديهيه، بيزود الحب، بيقوي العلاقه، بيحسس فيه رومانسيات، بيشبع احتياجك العاطفي. الخطوبه مش بس كلام في الجد ومش بس كلام رومانسي، لازم يكون ما بين الاتنين في توازن. لازم تكوني عارفه امتى تتكلمي في ده وامتى تتكلمي في ده. فتعالوا بقى النهارده في الفيديو نعرف ازاي نعمل توازن ما بين الحاجتين دول. فالموضوع ده هيفرق جدا 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 جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا بجد فيديو مختلف جدا جدا جدا، هيخليكي تعرفي تعملي توازن ما بين حاجتين اتنين. احنا دايما بنبقى مشغولين في فتره الخطوبه. اولا كده قبل ما ابدا اعرفكم على الفيديو النهارده بتاعنا هيبقى عباره عن ايه، محتاجه اعرف منكم ايه رايكم في سلسله الفيديوهات اللي انا عاملاها لكم عن فتره الخطوبه والتوعيه. حاسه ان انا مش لاقيه منكم اقبال كبير قوي. لو انتم محتاجين ان احنا نغير المحتوى لحاجه تانية على متزوجات او حاجه زي كده عرفوني تحت في الكومنتات. انا عملت السلسله دي عشان ان انتوا طلبتوها مني كتير، فانا قلت هخليها لكم بقى ايه على طول متسيفه هنا. فاكتبوا تحت في الكومنتات وانا ما عنديش مشكله خالص. احنا كده كده محضرين سلسله فيديوهات كامله كتيره جدا. النهارده الفيديو بتاعنا هقول لك ازاي في فتره الخطوبه تعملي توازن ما بين الرومانسيه والجديه. ازاي امتى تكوني رومانسيه وامتى تكوني عندك جديه، او ان انت تكوني بتتكلموا جد، او مش كل فتره الخطوبه ان هي تبقى جد في جد، او فتره الخطوبه كلها تبقى رومانسيه. تمام. فالنهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا 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 زي كل فيديو، يمكن احلى كمان. لو انت بقى مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. الخطوبه مش بس كلام في الجد ومش بس كلام رومانسي، لازم يكون ما بين الاتنين في توازن. لازم تكوني عارفه امتى تتكلمي في ده وامتى تتكلمي في ده. فتعالوا بقى النهارده في الفيديو نعرف ازاي نعمل توازن ما بين الحاجتين دول. اول حاجه خالص او اول نقطه خالص هنتكلم فيها وهو تخصصي وقت للكلام الرومانسي. امتى الكلام الرومانسي بيتقال؟ اقوله امتى يا دينا؟ الكلام الرومانسي طبعا ده حاجه بديهيه، بيزود الحب، بيقوي العلاقه، بيحسس فيه رومانسيات، بيشبع احتياجك العاطفي، الحاجات دي كلها. امتى دي بيكون الطرف اللي قدامك قادر ان هو يتبادل معاك الوقت ده. يعني مثلا ما تقولوش كلام مثلا لطيف، او محتاج ان هو يرد عليكي بكلام حلو وهو في الشغل. ما تقولوش تصحي من النوم، لا لازم تكون قاعدين عارفين اسمها قعده صفا، عارفين القعده اللي هي قعده حلوه، فاهميني؟ طيب النقطة الثانية وهي النقاشات عن المستقبل، بيتنا، شغلتنا، حياتنا، ولادنا، الحاجات دي كلها دي حاجات أساسية. ولكن أنا عايزة أقول لك إن الحياة أصلا بتمشي، أقول لك إن الحياة الزوجية أصلا بتمشي بالاتنين، بالكلام الحب والكلام الجدي. تمام. فانت لازم تعملي كده موازنه ما بين الاثنين، مفيش حاجه تطغى على حاجه. الحياه الجديه اللي هيزقها ايه؟ الحياه العاطفيه. والحياه الجديه مش هتمشي غير بوجود الحياه العاطفيه. تمام. دي كانت نقطه. النقطه اللي بعد كده، ما تفرحيش لو انت مخليه حياتك العاطفيه كلها كلام رومانسي وكلام حلو والله وايه ده يا دينا، ده احنا مفيش كلام بجد ابدا في حياتنا، ما بنتخانقش، ما بيحصلش في كلام ناشف، لا ده كل حياتنا الله سويتي جدا، عصافير طيران جناحات، بصي هتقع على جدار رقبتك والله العظيم. جايلك بجد، جايلك اكنك اختي فعلا. لا ما تفرحيش ان في حاجه كده. امال ايه يا دينا؟ امال اعمل ايه؟ لازم يكون فاهمين بين كده وما بين كده. واوعي برضو تتبسطي ان الحياه ليه يا دينا، انا عمري ما قلت له كلمه حلوه. لا يا دينا انا عايزه اقول لك والله العظيم ما يطول مني حرف حبيبتي، هو مش كده. ما قلتلكيش تتنحنحي، يعني ما قلتلكيش تبقي بت لا ما قلتلكيش كده. امال ايه يا دينا؟ خليكي لطيفه، كلامك الحلو مش معناه نحنحه وسهوكه ومياصه، فده اللي يخلي مشاعره ايه؟ تطلع في العالي. لا 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 لا. عارفه انت تكوني البنت اللطيفه اللي يقول عليكي دي بنوته. تمام. ما تفرحيش ان حياتك كلها جد في جد، وما تفرحيش ان انت كل حياتك الحاجات دي كلها. تمام. طيب النقطه اللي بعد كده،
عبروا عن الحب او عبروا عن الحاجات اللطيفه اللي ما بينكم بالافعال. يعني ايه؟ يعني هديه بسيطه، فعل بسيط بمقام 100,000 كلمه. طول الوقت بيقول لك بحبك 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 بحبك، بس لما يجيب لك ورده وجواها شوكولاتايه ده اكتر حاجه حرفيا بتفرق معاك. تمام؟ دي حاجه. طيب النقطه اللي بعد كده او الحاجه اللي بعد كده، وهي ان هو مش لازم تقول له بحبك، ولكن ممكن تعمل له مثلا حاجه هتفرق معاه. خلينا اجيبها لك كده بشكل بسيط ولطيف. ممكن مثلا وهو رايح الشغل تعمل له فطار، هيعدي عليكي ياخد الفطار منك. لا قلتي بحبك، ولا قلتي بموت فيك، ولا قلت انت الدنيا والاخره وخلاص مش قادره. امال ايه؟ انا واخده بالي منك، بعمل لك فطار، افطر، انت بتنسى تفطر، شغلك بياخد منك مجهود، مش عارفه ايه. الحاجات دي يا جماعه بتفرق مع الرجاله جدا. لهوي يا لهوي، بتأثرهم اقسم بالله. النقطه اللي بعد كده ننوع بقى المناقشات، ننوع القعدات، ننوع الخروجات. مش لازم على طول كل ما نخرج ديت وهديه ومكان هاي كلاس، مش لا، احنا ممكن عادي جدا عادي جدا نخرج على الكورنيش، نجيب 2 فول من عند عم اي واحد مشهور عندكم، مع 2 ذره وزرين بطاطا، انا وانت كوبايه الشاي، صباح الفل. يبقى في قعدات رومانسيه وفي قعدات جديه، في قعده اقسم بالله بالورقه والقلم انت بتكتبي احنا ناقصين على الفرح كذا، اصل في كذا، اصل في كذا. النقطه اللي بعد كده، خلي الحب يحل النقاش. يعني ايه يا دينا؟ يعني حتى لو احنا هنتكلم في موضوع جدي خليه يبقى قريب. بقول لك ايه، النهارده فاضي عايزه اتكلم معاك شويه، في موضوع كده عايزه اتكلم معاك فيه، يعني انت بس مش عايزاك تبقى تقلان علينا شويه، ادينا بس نص ساعه من وقتك يا عم ما حدش قدك، مش عارفه ايه الحاجات الحركات دي. هو اصلا لما تيجي تتكلمي كده، ده انا هسيب كل الدنيا واجيلك. فلما بتتكلموا في الحاجات الجديه او النقاشات الجديه بجد، الموضوع ده حرفيا بالقرب يبقى اسهل كتير 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 كتير. زي ما قلت لك، كتير نقاشات بنقعد فيها بالورقه والقلم، احنا خلصنا كذا، احنا نحسب كذا، دي كلها حاجات هتفرق. انت فاهماني؟ اخر نقطه معانا، ما تنسوش الضحك في النقاشات. حتى لو كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا وجدي جدا، بلاش الموضوع يكون عامل علينا ستريس جامد. لا، انا عايزه اقول لك ان الضحك في وسط النقاشات اللي بجد حرفيا بيخلي الموضوع فيه توازن. ده هي روحها حلوه واحنا بنتكلم بجد، يعني الحياه تبقى معاها اسهل. انتوا فاهمين؟ فالموضوع ده هيفرق جدا 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 جدا. بس كده حلوين، هو ده كان فيديو النهارده. اخر حاجه مهمه عايزه اقول لك عليها، ودي خديها من اختك، وتجربه او خبره 7 سنين او 8 سنين في مجال العلاقات، سيرشات كتير وتدوير كتير، وبسمع لاخصائيين وكوتشز كتير ان الرومانسيه بتخلي العلاقه دافيه، والجديه بتخلي العلاقه ثابته. فلما بنعمل توازن ما بينهم، فدي اكتر حاجه بتبقى مهمه او سر من اسرار الخطوبه الناجحه. تمام؟ بس كده حلوين، هذا كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اوعوا تنسوني اللايك والشير والسبسكرايب، واقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.